قال أنا مسلم وامرأتي نصرانية فماذا تنصحني؟ فما الحكم الآن وأنا ما أدري أن النكاح مع النصرانية حرام؟ نحن ما قلنا حرام، وإنما خلاف الأولى. فالأولى أن الشخص إذا كان النكاح ابتدائي لا يتزوج نصرانية، وإذا كانوا على ذلك النكاح أسلم فهي نصرانية ومن أهل الكتاب وتحل له. ومع ذلك إذا خشي الضرر منها يفارقها، أو ضرر على أولاده يفارقها. والاستدامة الذي يظهر هنا بنكاح النصرانية جائزة، وكلاهما كان نصرانيا ثم أسلم أحدهما، فإن كان الرجل فلا بأس أن يستديم النكاح الأول، وإن كانت المرأة فلا يجوز لها أن تبقى مع النصراني، لا بد من فسخ العقد. إن كانت التي أسلمت المرأة فلا تبقى مع النصراني، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فلا يجوز النصراني الزوج مسلمة، والعكس جائز، المسلم الزوج بنصرانية. فإن أسلمه وبقيت على دينها فلا بأس بالاستدامة، وإن أسلمت هي فلا تجوز الاستدامة، بل يفسخ العقد هذا يكون باطلا، إلا إذا أسلم فيبقى يعني على عقدهما السابق. إذا سبقت هي في الإسلام ثم أسلمه قبل أن تتزوج فهما على العقد السابق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقود المشركين الذين تقدمت النساء بالإسلام ثم جاءوا بعد ذلك ولم يتزوج نساؤهم، فيبقى العقد على ما هو عليه، فأقر عقود أولئك، لأن من عقودهم من هي عقود شرعية كعقودنا، كما هو معلوم على ما ذكرت عائشة في أنكحة المشركين على التقسيم الرباعي، ومنها قالت نكاح الناس اليوم. فإذا كان نكاحه على نكاح الناس الذي عن أهل الإسلام فيقر عقده المتقدم إذا سبقت المرأة بالإسلام ثم أسلم هو بعدها، فيبقى يعني على عقدهما السابق. فإن تزوجت فليس له أن يطالب، قد تزوجت وكان كافرا، أما لو كان مسلما وغاب عن أهله فله أن يطالب بزوجته إذا تزوجت وظنت أنه قد مات، أما هذا ليس له حق المطالبة.